السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محل أسئلة درس الرجعة للصف الثالث الثانوي، أسئلة كتاب المعهد المقرر. ضع علامة صح وعلامة خطأ وعلل اختيارك. إن طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم رجع إحداهما تصح الرجعة. في الإجابة هنقول خطأ، لأنه أبهم فلا بد من تعيين الزوجة، لأن هنا أبهم. إن طلق زوجته قبل الدخول ثم راجعها تصح الرجعة. نقول خطأ، لا تصح الرجعة، لأن المرأة المطلقة قبل الدخول بها ليس لها عدة، فبالتالي تكون بائنة منه بينونة صغرى، ولا يحل له مراجعتها إلا أن يعقد عليها من جديد بعقد وصداق جديد. قال لها إن شئت راجعتك، فقالت شئت، هنقول لم تحصل الرجعة. لماذا؟ والتعليل هنقول صح، هنا صح يعني. وبالمناسبة للتعليل هنقول لأن هذا ليس فيه تنجيز وهذا تأقيت. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معللا أو مدللا لاختيارك. إن قضت عدتها ثم جدد نكاحها تكون معه على ما بقي له من الطلقات، تستأنف عدد الطلقات يبطل نكاحها. هنقول الاختيار الأول، تكون معه على ما بقي من عدد الطلقات، يعني لو طلقها واحدة وبعد كده انتهت العدة ورجعها يكون لسه له 2. طلقها بعوض منها، هنقول في هذه الحالة لا رجعة له عليها، لأن ده خلع، وطالما أصبحت مختلعة يبقى زيها زي الأجنبية، يردها ولكن بعقد ونكاح جديد وصداق يعني. طلق إحدى زوجاته وعينها ثم نسيت، لا تصح رجعتها. ما الرجعة وما دليلها وما أركانها وما شروط صحتها؟ هنقول الرجعة لغة من الرجوع، وشرعا رد المرأة إلى الزوج، رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. دليلها قال سبحانه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. من السنة قول